السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أهلا وسهلا بيكم. النهاردة فيديو جديد إن شاء الله تستفيدوا بيه، وفكرة جديدة إن شاء الله هتعجبكم بإذن الله. قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وكل يستفيد، واللي أول مرة يشوف قناتي يعمل سبسكرايب للقناة ويفعل زر الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. كلنا عندنا ملايات كتير، وفي ملايات حلوة قوي، بس للأسف مع الزمن بتدوب وتتقطع. فاحنا مهما كان مدى القطع اللي في الملاية ممكن تستفيدي بكل ذرة في الملاية وتعملي بيها أفكار حلوة جدا. تابعوا الفيديو للآخر هتستفيدوا، وهتعرفوا ان كل جزء في الملاية ممكن نعمل منه حاجة تحفة جميلة تزين بيتك وفي الأعياد بالذات والمناسبات. وبدل ما تشتري حاجات جديدة ممكن تجددي حاجات كتير عندك في البيت. وشهر رمضان جاي والأعياد وأعياد الربيع، كل سنة وانتم طيبين. تابعوا الفيديو واستفيدوا وإن شاء الله هيعجبكم. احنا خدنا اكتر جزء من الملاية سليم، وهنتنيه ونشيله. ينفع لأي حاجة، يتفرش فوق سرير كده فوق ملاية، يعني ما يوسخش او لو جه ينفع يبقى زي ملاية لسرير صغير. اوكي، ممكن ينفع مفرش، ينفع لأي حاجة موجودة عندك في البيت. تعمليها ونشيله الجزء السليم ده. الأجزاء المقطعة والمبهربدة هتشوفوا هنعمل فيها ايه. هنطلع الوحدات السليمة في الملاية، إن كانت ورود أو رسومات أو أي حاجة، ونجمعها مع بعض ونبتدي نعمل بيها الفكرة بتاعت النهاردة إن شاء الله. خدنا وحدة من الوحدات. طبعا الملاية بيبقى فيها حاجات رسومات كتير، كل وحدة هيبقى لها قيمة. فتاخدي وحدة منهم وتجيبي أي قماشة عندك أو أي مفرش قديم عندك ونبتدي نثبته عليها بالمسدس أو الدبل فيس، لصق الدبل فيس، أو تثبتيه بالإبرة والفتة. أنا أسفة.
لو تقدري تثبتيه بالإبرة والفتلة هيبقى حلو جدا، وما تخافيش لو ظهرت أماكن الخياطة هتشوفي ازاي هندريها. طبعا ممكن يطلع في الملاية عشرات الوحدات من الورود زي كده، او اشكال او دباديب او اي حاجة. هناخدها ونجمعها كلها ونعمل بيها حاجات كتيرة جدا، مش على شرط مثلا مفرش او حاجة، ممكن تتعمل حاجات كتيرة. وهحاول اعمل لكم في الفيديوهات الجاية حاجات منها روعة يعني، ان شاء الله تحبوها وتعجبوا بيها ان شاء الله. بس دي فكرة من الافكار. شايفين شكل الوردة رائعة ازاي؟ ممكن لو هتعملي مثلا مفرش، ممكن تكملي المفرش وتجدديه بالطريقة، تحطي الاسترسات زي اللي وريتها لكم في فيديو قبل كده، اللي احنا وازاي نقص الاسترسات دي. شايفين الاطراف هنجملها باسترسات زي كده، او ممكن او اي كلفة موجودة عندك بحيث نحددها بيها ونخفي اماكن القص يعني. طبعا عشان اللسعة فظيعة بتاعت الشمع، فانا بعملها بالمقص كده، خلي بالك منه. شايفين هتطلع في الاخر حلوة جدا. حتى الحتة المقطوعة في النص دي هوريكم ازاي نداريها. ما يهمكيش اي قطع موجود في اي حاجة، كل حاجة ممكن تتصلح وتبقى حلوة. برضو ممكن كنت تحطي استرسات زي دي حسب رغبة كل واحد. قبل ما نفكر نشتري حاجات جديدة على الأعياد ورمضان والمناسبات، نبص في الحاجات اللي عندنا، ممكن نعمل حاجات تحف من غير ما ندفع ولا مليم يعني. طبعا احنا مضطرين ننطور كذا واحدة عشان يدي منظر. لو عندك خرز صغير هتعملي برضو. طبعا الوحدة دي ممكن تحطيها على حاجات كتيرة جدا، حتى لو على تيشيرت او بلوزة ممكن تحطيها، محدش هيعرف طبعا ان دي كانت ملاية اصلا. ممكن تقص الفرع وما تحطهوش. ممكن تعمليها برواز حائط، خدادية، شيلت على الانتريه او الصالون. وتعملي مثلا كذا وحدة، مش وحدة واحدة يعني. انا حاطة وحدة واحدة هنا، ممكن تحطي خمس ست 5 وحدات يعني، كل جنب وحدة وفي النص وحدة، يبقى منظر فظيع. وطبعا كل ما كبر المفرش كل ما كان حط الحاجات تبقى اشيك واحلى كمان. شايفين شكلها روعة، وخصوصا ان الوردة 3D اصلا، لان كانت الملاية 3D وتركي، فيعني حافظنا عليها بدل ما تترمي وتتنفض بيها، تمسح بيها الرخامات. برضو ممكن تجيبي خدادية وتعملي لها سوستة كده، او المفرش نفسه تعملي له زي خدادية وتعمليها كده، او تحطي الوردة في النص حسب رغبتك. يعني الافكار كتير، وان شاء الله تابعوا معايا الفيديوهات الجاية. هقول لكم افكار كتير تجددي ديكور بيتك بيها وتزينيه. واتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. وانتظروني بث مباشر الساعة 8